ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. صباح النور والسرور، كيفكم بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير في صحة وعافية. اليوم بدي أخذكم معي بتجهيزات هيك بسيطة. بدنا نروح على الخبر، في عنا عرس فبدنا نحضره وبعدين نرجع لبيتنا. هلأ اليوم 3 اللي أنا بسجل فيه وجهزت فيه الشنطة. إلي من يوم السبت بقول بكرة حجهز الشنطة بعدين بكسل، يوم الثلاثاء قلت خلص ما ضل فيها، لأنه إن شاء الله يوم الخميس إحنا طالعين، يعني العرس الخميس بالليل وإحنا الخميس الصبح طالعين. قلت ما ضل فيها، يعني خلص الثلاثاء لازم أخلص أسكر الشنطة وأتأكد إنه كل إشي مطلوب فيها. أول إشي هاي المنظمات موجود منها في نون، موجود منها بShein، بأمازون، حتى بالمحلات موجودة يعني عادي، بس أنا عطتني إياهم حماتي الله يسعدها. السمت يعني هم 3 أنا استخدمتهم. حطيت الأولى فيها فساتين البنات والمشط وأشيائهم يعني اللي بدهم يلبسوها. بالتالية حطيت عبايتي تبعت المناسبات، وحطيت الشنطة اللي بدي ألبسها كمان، وبالثالثة حطيت الثوب تبع زوجي ومع ملحقاته. هلأ أكيد لما نوصل إن شاء الله يوم الخميس حطلع كل إشي من الشناتي، وأول إشي أعمله أني أكويهم كلياتهم وأعلقهم لأنه بالطاعجة. بعد هيك بعد ما ضبيت الملابس يعني راح أضب الميك اب وأتأكد يعني إني أخذ كل الميك اب اللي بديها وكل العطور كل أشياء الشعر. تعرفوا يعني الواحد بالحفلات يعني أي إشي إذا ناقص خلاص بيخرب عليه، فأنا تأكدت الحمد لله إني متاخدة كل إشي. هلأ أنا بهذا اليوم اللي هو يوم الثلاثاء تأكدت بس من أشياء الحفلة، يعني الملابس اللي حنلبسها كلياتنا إحنا كفاميلي بالحفلة. ضايل هلأ إحنا حنقعد 3 أيام أو 4 أيام، مش عارفة بالضبط قديه بالخبر، فضايل ملابس النوم والطلعات وهيك هحطهم إن شاء الله في شنطة لحالها عشان ما نتخربط. مثل ما قلت لكم هون كنت قاعدة بضبط الأشياء اللي أنا راح أحتاجها يعني، وبعد هيك سكرت الشنطة والحمد لله اطمنت إنه خلص يعني مثل ما بيحكوا هم ونزاح عن قلبي تظبيط الشنطة. سوري صراحة يا بنات هاد أول عرس بحضره من حد ما تزوجت، فشوي خايفة لأنه معي البنات، فخايفة هيك يغلبوني. هلا بتعرفوا يعني بالغربة صعب يعني أصلا تصير أعراس، لأن الواحد ما إله يعني من غير شر عيلة وما إله إشي، يعني المناسبات تكون كتير قليلة. أنا إلي 3 سنوات متزوجة وهذا أول عرس بحضره، مش عارفة انتوا حكولي كيف ايش بتعملوا، يعني ايش بتتبعوا حتى الأطفال يعني يكونوا هاديين في الحفلات تبعتكم. طبعا أكيد يعني لو أصحاب الحفلة حكوا إنه ما نجيب أطفال أكيد حنلتزم، يعني بالآخر الحفلة حفلتهم، بس هم ما حكوا إشي وما علقوا إشي، حتى في كارت الدعوة مو مكتوب إشي عن الأطفال، يعني أكيد حيكون في كتير أطفال.
والحمد لله هلأ كنت بفرجيكم الشنطة جهزت. وإجا يوم الخميس طلعنا على العصر من الجبال للدمام. صراحة كان كتير أزمة، بالزور توصلنا، يعني يدوب لحقنا أصلا. بس هون لبسنا وطلعنا. قبل ما وصلنا القاعة كنت بدي أصور لكم القاعة والأجواء، يعني بالتوزيعات والعشاء وهيك، بس كان ممنوع تصوير، أخذوا منا الجوالات على الباب. بس صراحة كتير انبسطنا. وهون رجعنا من الدمام للجبال، رجعنا على الجبال. كانت إجازة حلوة وممتعة صراحة، استمتعنا فيها. الله يديم علينا وعليكم الأفراح. إذا عجبكم الفلوق لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب حتى تكبر قناتنا مع بعض. بس مع السلامة.